لقيت اختي داخله عليا وشايله طشت الدقيق على دماغها وبتقول لي يلا نعمل الكحك. قلت لها خلاص احلى كحك هنعمله، بس دبستها احلى تدبيس. اختي شاطره قوي في الكحك، احنا ما شاء الله بنعمل كحك بلدي زي والدتي ما بتعمله بالظبط. كحك النهارده تحفه دايب دوب، مقادير مظبوطه بالشعره ان شاء الله. فيديو لطيف كده وخفيف هتستفادي منه. انا قلت لها قالت لي يلا نعمل الكحك، قلت لها خلاص. قعدتها وقلت لها حطيت لها مقاديرها وقلت لها عيش حياتك. عجلنا وخبزنا وعملنا وكان فيديو لطيف ويوم زي الفل. كحك النهارده انا عاملاه معاكم قبل كده كم مره في القناه، انا ما بغيرش ابدا المقادير لان هي دي طريقه امي اللي مش هغيرها عمري. طبعا هنعمله النهارده على السخن، بيفرق جدا في الطعم وفي الريحه وكمان بيخلي الكحك يعيش. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ معايا النهارده هنشتغل على 5 كيلو دقيق. 5 كيلو دقيق هنحط لهم كده 3 معالق سمسم. المفروض تحطي معلقه بس انا هحط طبعا وهكتر في الملبن. معايا كده لكل كيلو دقيق برضو حطي معلقه من السكر. وحطيت لل5 كيلو دقيق معلقه واحده بس خميره، وحطيت كده يعني ذره ملح ومعلقه ونص من المحلب او ريحه الكحك. دي ريحه الكحك انا شاريها بصراحه جاهزه من العطار بس كويسه يعني مضمونه. واللبن هنا على حسب ما هنشوف الدقيق بتاعنا هياخد ايه. وهنا معايا ما شاء الله 2 كيلو ونص وتمنه من السمنه البلدي المتسيحه. 2 كيلو ونص سمنه بلدي متسيحه. وهنا معايا كيس بيكنج باودر، وهنحط بقى الكيس البيكنج باودر وهنحط شويه من الملح واحط المحلب زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. او ريحه الكحك هي ريحتها بصراحه جميله، انا جايباها من عطار كده كويس. واحط الخميره برده كده على الناشف. وهبدا ان انا احط السكر بتاعنا. كل ده طبعا المكونات الجافه. وهقلب كده تقليبه وهنمشي مع الفيديو واحده واحده. بجد فيديو حلو قوي يعني، هو مش طويل، انا مختصره لكم فيه على قد ما قدرت بس هتطلعوا بنتيجه هايله ان شاء الله. حط السمسم ليه دلوقتي علشان هنزل السمنه المسيحه وهي غليانه كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. شوفوا بتفور ازاي، بسم الله ما شاء الله. غليت الزبده او قدحتها كويس قوي، دي خطوه مهمه جدا بتخلي الريحه للكحك ريحه وطعم وبتخليه يعيش كمان. حطيت بقى بقيه الزبده ما شاء الله 2 كيلو ونص وتمنه. يعني تقريبا لكل كيلو يعني تقريبا لكل كيلو نص كيلو 50 جرام 550 جرام اهو. هنقلب بقى كويس طبعا بيغلي او الزبده سخنه قوي. اختي بقى قعدتها تعجن كده زي ما انتم شايفين بتقلب الاول. دي زبده بقري على جمس يا جماعه، انا مسيحاها وعامله معاكم قبل كده. طبعا انا مسيحه زبده برده النهارده بقري علشان كانت اتطلبت مني، هنزلها لكم ان شاء الله بعد الفيديو دهوت على طول. اختي بقى ايه بدات ان هي تبس الكحك قوي. اهم حاجه بس الكحك بحيث كل كحك كل يعني حبايه دقيق واحده تتغلف كويس قوي بالزبده اهو. بتبس كويس قوي. سوق الكحكايه ما شاء الله يعني بقت يعني متجانسه جدا زي العجينه. شوفهم اهو. طبعا هقول لكم نصيحه كويسه قوي تاخدوا بالكم منها في الفيديو، يعني هي غلطه بس هي مش غلطه يعني مش مقصوده يعني انا متعمداها. هنحط هنا الاول هنبدا بكوبايتين لبن وهنبدا ان احنا نلف العجين مش هنعجن، هتلفي بس كده. طبعا هيحتاج معايا تاني وانا هقول لكم ال5 كيلو دقيق خدوا كام كوبايه من اللبن على الميه. انا حطيت لبن على ميه علشان اللبن صافي بيدي خشونه شويه للكحكايه، لكن لما يكون مخلط ميه بيدي نعومه اكتر للكحكايه. دي تالت كوبايه واحط الرابعه. وهبدا بقى ان انا اكمل بميه اهو. بص كل ما يقبل بتحطي له بس هقول لك لغايه درجه معينه ما تحطيش، وهقول لك السبب ان هو خد مني سوائل كتير. هقول لك السبب في ايه اهو. حطيت بقى ميه، حطيت ست كوبايات 4 من يعني كيلو حليب وكوبايتين من الميه. وما رضيتش احط تاني رغم ان هو كان عايز شويه ميه كمان. الاخت قالت لي بس انا قلت لها لا مش هزود عن كده علشان ما يبقاش خشن. الى حد ما الكحكايه مش مشقاقه معاه. طيب الوقت بقى ايه عملت بتاع الملبن زي ما انتم شايفين. بس والله العظيم انا مصوره الملبن من اول عمايله وما اعرفش الحته راحت فين يعني. انا قلبت عليها الاستوديو ومش لاقيها خالص. الملبن ما فيش. جبت 2 كيلو من الملبن وحطيت لهم قيمه 4 معالق من الزبده السايحه وحمصت فيهم شويه من السمسم. وبعدين بدات احطهم على الملبن واختي عملتهم عجنتهم كويس قوي. وبعدين يعني قسطناهم زي ما انتم شايفين كده او قطعنا الواحده كوره صغيره كده زي ما انتم شايفين على حسب حجم الكحكايه اللي انت هتعمليه. طيب هنا اللي كان فات يجي نص ساعه
على العجينه بتاعتي، بدات ان هي يعني تقب شويه او تختمر شويه، ما اختمرتش قوي، هو الكحك المفروض ما يختمرش، بس احنا سيبناها نص ساعه على ما عملنا الملبن زي ما انتم شايفين. هنا بدانا نكور كده، كانت الكحكايه في الاول كانت كبيره، وبعدين بدانا ان احنا نصغرها شويه. ما شاء الله زي ما انتم شايفين حاجه كده تحفه. وهوريكم كده النقشه، وهقول لكم السبب ان هو خد معايا سوائل كتير ايه، علشان بعد كده تعملوا حسابكم في الفقره دي. شايفين ما شاء الله النقشه جميله تحفه قوي. بس كمان احنا كنا عاملين كميه، وكان طبعا الكميه فيها خميره وفيها بيكنج باودر، تحسي ان الكحكه يعني ايه قبت زياده. وكمان ممكن شوفوا ما شاء الله النقشه هنا وهي لسه طريه، ممكن تشوفي النقشه ايه بعد ما اتعملت تلاقيها ايه اتغطى عليها شويه. بس هو الكحك بجد تحفه، ريحه وطعم خرافه. زي ما انتم شايفين اهو، انا هنا في اللقطه ديت انا بنقش اهو. نقش سهل قوي. تنقشي او تعملي بالبصمه، ما بحبش انا البصمه بصراحه، ما بستخدمهاش خالص، انا بشتغل على طول بالمنقاش اهو زي ما انتم شايفين. وبعدين هنبدا بقى كده ايه، مش هنستنى نخلص الكميه كلها، لا انا كنت بحطه في الفرن، واختي كانت بتعمل لي تحط لي الحشوه في حته الكحكايه او في الكحكايه، وانا كنت بحط قدام الفرن، وكنت بنقش عليها كمان، يعني كنت بنقش وكنت بسوي يعني اهو. بحط كده حته الملبن في الكحكايه وبلفها. بس شوفوا ما شاء الله العجينه برضو طريه ومش مشققه وحلوه. بس هقول لكم برضو على التركه اللي المفروض تاخدوا بالكم ليه. المفروض تاخدوا بالكم ليه ان هو الدقيق بتاعي اللي هو دقيق كل الاستعمالات، اللي هو الدقيق الاصيل. بس انا رايي تجيب دقيق الكحك والبسكوت مخصوص، لان دقيق الكحك والبسكوت ما بياخدش معاكي سوائل كتير، لانه اصلا ما بيبقاش له عرق. فانت تجيبي دقيق الاكياس، يا اما دقيق الضحى، يا اما تجيبي دقيق مثلا سنبله الفرات اللي هو بيبقى مكتوب عليه دقيق الكحك والبسكوت. يعني كام نوع بيبقى مكتوب عليهم دقيق الكحك والبسكوت، ده ما بيبقاش له عرق. زي ما انتم شايفين سويت التسويه تمام التمام، ما شاء الله الصينيه يعني تحفه في الفرن. اللي حميت الفرن تحت وفوق، وسبت الصينيه او الصاج في الفرن او الدور بمقام تقريبا نص ساعه، يعني خد الدور معايا يجي نص ساعه، نص ساعه وخمسه، سبته يستوي خالص على الهادي كده. زي ما انتم شايفين شكله تحفه قوي. وهتشوفوا التسويه كمان في الاخر، وهتشوفوا ذوبان الكحك. فالتركه اللي انا حبيت اقولها لكم او اضيفها لكم ان انتوا تجيبوا دقيق الكحك والبسكوت مخصوص، لان ده الدقيق اللي انا عملت بيه النهارده ده دقيق له عرق، كان قابل للسوائل. يعني بدل الكيلو ما ياخد نص كوبايه حليب، لا خد كوبايه وكان عايز كمان. فهي دي ايه تاخدوا بالكم من النقطه دي كويس. بس احنا عشان احنا في الارياف شويه او في قريه، دايما انا كنت اجيب الدقيق اللي هو الاكياس اللي هو الضحى او دقيق سنبله الفرات من المدينه. يعني احنا بعيد شويه طبعا عن المدينه، فنركب ونروح ونيجي، ده بيبقى بقى بالصدفه اما يكون نازلين بالصدفه. زي ما انتم شايفين الكحك ما شاء الله بيتكلم عن نفسه. هترش كده زي ما انت عايزه سكر بودر، يعني انا طحنته عندي في الكبه بتاع الخلاط، ورشيت كده زي ما انت شايفه، هو اختياري. ما شاء الله الكميه حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله. رموا معايا ال5 كيلو دقيق، جابوا تقريبا 8 كيلو او 8 كيلو ونص من الكحك. بسم الله ما شاء الله كميه كويسه قوي. طبعا هناكل بقى وناكل الحبايب، ويعني نراضي الناس كلها من الكحك بتاعنا ده. وان شاء الله هعمل لكم تاني كحك كده، اعمل لكم كيلو بس، يعني علشان اللي عايز تعمل كيلو بس. وهعمله لكم بقى ايه بكيس الاصيل او بسنبله الفرات، والله عندي بس ما كانش عندي الكميه كامله. زي ما انتم شايفين الكحك دايب وحلو قوي. ما تنسوش تعملوا لي لايك ومتابعه لمطبخ نعمه، وقولوا لي رايكم في الكومنتات. وكمان يعني سلموا على اختي بقى وقولوا لها تسلم ايدك ولا حاجه. الكحكايه دايبه دوب طريقه زمان قوي، يعني الطريقه اللي هي ايه كنت بتشميها كده وانت ماشيه في الشارع ايام العيد. ريحه السمنه البلدي والكحك وهو مخبوز ريحته تجنن بجد تحفه. ما تنسونيش بلايك يا جماعه. لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك علشان ان شاء الله يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم بخير ان شاء الله، مع السلامه.